ادور بقى على شغل. تعلن صيدليات، بس صيدلية دي تلاقي مرتبة وحش قوي، بلاش صيدلية. مصنع، ممكن مصنع، بس شغل المصنع ده بيبقى وحش قوي كبنت. طيب ايه ده، لقيت شركة ناشونال. لا لا، بس انا نفسي اشتغل قوي في مالتي ناشونال. وانا ليه اساسا بدور على شغل؟ انا مش مستعجله، انا لسه متخرجه، انا هستمتع بالاجازه دلوقتي وبعدين ابقى ادور على اي صيدليه كبيره اشتغل فيها. 2 years later. هما اللي خسرانين كده كده. الو، مساء الخير. انا كنت بكلم حضرتك بخصوص الشغل اللي كان معروض عندكم في الصيدليه، هل لسه متاح؟ ما بقاش متاح. طيب شكرا، عموما انا رقمي معاكم، لو بقى متوفر تاني ممكن تتواصلوا معايا. اه. طيب تمام، انا هفكر وابلغ حضرتك بقراري. في ناس كتير حضروا الامبلويمنت فيرز اللي كانت بتتعمل عندنا في الجامعة كل سنة، واللي عرفوا من خلالها كل المجالات اللي ممكن يشتغلوا فيها، وكمان متطلبات سوق العمل الحالي، وعرفوا أهمية الشغل بعد التخرج على طول. ازيكم؟ انت عارف ان الفترة اللي بعد التخرج هي اسهل فترة ممكن تلاقي فيها شغل؟ علشان كده لازم تكون عارف السوق عاوز ايه من بدري. عندنا في البي يو سي في كلية صيدلة عاملين الملتقى التوظيفي يوم 23/8، وهيكون معانا شركات كتير مساهمة، وهتكون فرصة كويسة تعرف فيها السوق عاوز ايه. وفي نفس الوقت قبل الملتقى التوظيفي بأسبوع بالظبط يوم 15/8 هيكون عندنا 3 ورش مهمين جدا هتفيدك وانت بتدور على شغل. أول حاجة مهارات الصيدلي، تاني حاجة ازاي تكتب سي في محترم، وتالت حاجة ازاي تكتب وتفسر التحاليل الطبية. مستنيكم.